أبو طالب أيضا يسأل محمد الشيخ، يقول: من بعد نهائي السوبر النصر ما يعرف إلا كلمة مبروك. هل يتوقع محمد الشيخ أن يكسر خيسوس رقمه مع نادي الهلال وهو 34 انتصار متتالي في جميع المسابقات؟ طبعا الأمر وارد لأن النصر خصوصا لا يمكن أن نقارنه بجولة انتصارات الهلال، لأن الهلال كان يلعب دوري أبطال آسيا للنخبة. هو وارد، لكن تتوقع يصير؟ نعم أتوقع ولكن لا أجزم فيها، لأن في النهاية الدوري السعودي دوري قوي قابل أن النصر يتعثر. وأتمنى لليوم مسوين حفلة صخب تجاه جيسوس أن لا ينقلبون على جيسوس، لأن جيسوس مدرب كبير فاز أو انهزم، وبالتالي الآن جيسوس العظيم، جيسوس الخطير، جيسوس. أنا أعرف مثل هالنوع من الأطروحات. أول هزيمة ما تشوف إلا حدثت حالة انقلاب على جيسوس وعلى المنظومة وعلى لكن تقول لي يحقق 34، ترى 34 هذا أمر غير سهل لأنه رقم عالمي. لو كان سهل حققه وانكسر الرقم بكل سهولة، ولا كان الهلال ما انتظر هو أو غيره كل هالسنوات حتى يكسر هذا الرقم. رقم غير سهل، وارد، ولكن أنا أستصعبه على النصر. نعم قد يحقق ما يحققه في دوري أبطال آسيا 2. دوري أبطال آسيا 2 أسهل من دوري أبطال الخليج. أنا أقول لك أسهل، خصوصا اليوم مع مشاركة الأندية الإماراتية تحديدا، يضاف لها النادي القطري. أعتقد أنه دوري أبطال الخليج أصعب من آسيا 2، ولكن النصر حينما سيصطدم داخل الدوري السعودي 34 أنا أستبعدها أن يكسر. بس المعطيات تقول واردة. واردة ولا ما كان حققها الهلال. عملية أن تكسر رقم هذا أمر وارد، يعني مش مستحيل، وارد. تسألني صعب أو سهل، أقول لك صعب جدا. عبد العزيز عزيز على الهاشتاج يقول: الشيخ قل له لا يقول امنياته وخله يحلل فقط، قال لا خسر بيقلبون على جيسوس. طيب شو المطلوب اخوي عزيز؟ لا يقول امنياته؟ يعني شو مطلوب؟ انا ما اقول امنيات. انا سالني الاخ علي هل تتوقع؟ قلت له لا اتوقع، ما فيها امنيات. يخسر؟ نعم وارد يخسر، يعني برشلونة يخسر ومدريد يخسر، النصر ما يخسر؟ لا وارد يخسر. عموما خلني من عزيز الآن. أخوي إبراهيم كلامك صحيح، لا يمكن أنه ما أنتقد هذا المدرب أو ذاك المدرب مع تغير المراحل أو تغير الأسباب والمعطيات. نعم هذا طبيعي. إحنا عندنا المشكلة إما أن نمارس حالة صخب في المديح ونرفع المدرب إلى قيمة ما تخليني عندي خط رجعة، ولما أصطدم بالواقع خط الرجعة يكون أعنف حتى من مسألة حفلة الزار اللي أنا قمت عند الانتصارات. فالمدرب العبقري اليوم يتحول إلى سباك. هذه مشكلتنا. وإبراهيم أنت ما غاب عليك مثل هذا. وأحيانا لما تصدر هذه العبارة أنا أتفهم صدورها من المشجعين العبارات عادة لا تكون ذات قيمة أو لا تكون ذات وزن أو ذات اعتبار، ولكن أن يكون هذا من ناقد، أن يكون هذا من فني، يتحول الرأي 180 درجة من كون عبقري إلى كون سباك. هذا أنا اعتراضي يا إبراهيم لما أقول لهم الآن حقكم تمدحون جيسوس قد يكون بداياته توحي لكم بأنه سيذهب إلى أشواط بعيدة. أنا أقول فقط حينما تصطدمون بخسارة أن لا يكون هذا الانقلاب. الأمر الثاني يا إبراهيم، أحيانا أنا أحمل المدرب. أنت إبراهيم تحلل من خلال معطيات ما تشاهد داخل المستطيل الأخضر، وأنا أتفهم هذا الأمر، ولكن أحيانا في أمور تكون خارجة عن إرادة المدرب. فالمدرب يعني لن يكون بهذا التحول أو الانقلاب في نظرته أو أداء الفني كذا بدون أدنى سبب. قد يكون أيضا في أسباب. يعني الآن خلنا نجي إحنا إلى لوران بلان. هل أعرف أنا مثلا بالتفصيل الدقيق أن لوران بلان طلب تغيير لاعبين أو لا؟ هل طلب أن يستبدل لاعبين وقالت له الإدارة التنفيذية أنني لا أستطيع أن
يعني انهي عقود لاعبين واتحمل تبعات الشروط الجزائيه واتي بلاعبين اعلى مستوى منهم، وبالتالي انا حملت لوران بلان البدايه ضعيفه، وقد يكون في اسباب اداريه اكثر منها فنيه. بالتالي انا اقول نعم اتفق معك يا ابراهيم، ولكن ليس بالمطلق ان يكون التحول بهذه الطريقه عند الفنيين تحديدا او النقاد تحديدا.